تم القبض على الطرف الثالث ويقبع الآن داخل هذه الخيمة، سنحاول الكشف عنه. فالمعتصمون أمام وزارة الدفاع قبضوا على 4 من البلطجية، صفدت أقدامهم بالأغلال بعد أن امتدت أيديهم كما تردد، فأصابت العشرات وقتلت البعض الآخر، لكنهم يؤكدون أنه تم التغرير بهم للاعتداء على معتصمين سلميين. كفاية والله، احنا مالنا ذنب، احنا جايين على عمالة والله مالنا ذنب. مين السبب بقى؟ تعرف ان في 4 ماتوا؟ والله مالنا ذنب ولا شفناهم ولا لنا يد في حاجة فيهم. واحد اتقطعت. انا شوف، انا بحلف لك بالله، اقسم بجلالة الله. مين السبب؟ مين السبب؟ ماشي، انا كل اللي انا اعرفه ان السيد عمر دي والناس دي جابتنا بس، ادي كل اللي انا اعرفه. قالوا لي هترجموا بالطوب. طب انا لا انتوا تعملوا مشكله بس مع ناس وادوا كل واحد 200 جنيه. قلت له يا عم، قلت له لو الحكومه مسكتنا قال ما تخافش من الحكومه انا هطلعكم. ومن اتفق معهم حسب الرواية هو سيد عمر، أحد رجال مختار عبود القيادي بالحزب الوطني المنحل. جاء بهم من المنايل والخنكة بالقليوبية في صحبة سيارات أخرى انفصلت عنهم عند ميدان العباسية، والمهمة رشق المتظاهرين بالحجارة. وليست هذه المرة الأولى، فقد اعتدوا على المتظاهرين في موقعة الجمل ومحمد محمود ومجلس الوزراء. بتاعت الجمل بتاعت مصطفى محمود، دول اللي شفتهم. عملتوا ايه بقى؟ والله محمد ايه؟ عملتوا ايه؟ رحنا، انا لقيت الدنيا خربانه خالص، تمام، شفت، رحت جاي مركون في جنب، ماشي، ونفس الطريقه النوبه اللي فاتت اتخانقنا، ماشي، بتاعت محمود ده. فتوح وعماد ورمضان وجميل، وإن أظهروا أسفا على ما اقترفته أيديهم، إلا أنهم يبررون اشتراكهم في هذه الأحداث مرة تلو الأخرى بسبب الفقر الشديد والحاجة الملحة للمال. هو ما جه قال لي 200 جنيه، طبعا انا والدتي متوفيه وشغال شغلانه بقى، شغال في جاز، ببيع جاز، يوم او يوم لا ويوم او اسبوعين لا، والراجل ده شغال معايا متجوز ومخلف. اقل حاجه يضربها بالنار بقى ويموتنا. تبقى جدلية الطرف الثالث مطروحة بين هؤلاء الذين قد يضربون ويقتلون لأجل حفنة من الجنيهات، وبين الذين يريدون تعطيل سير عملية التحول الديمقراطي وتسليم السلطة في موعدها، وإن تنكروا في زي البلطجية. محمد عبد الرازق، مصر 25، القاهرة.